السلام عليكم، مرحبا بكم. نتمنى كامل تكونوا ملاح والصحة لاباس. اليوم جبت لكم وصفة البقلاوة اللي نخدم بها لكم نص ساعة وانتم فريتوها بزاف غابيد، بزاف فاسيل، سهلة بزاف وما تاخذ لكمش كامل الوقت ولا المجهود. درت لكم يعني درت بسنيوة الصغيرة هذيك تاع 23 على 23 تخرج لكم اونتر 20 ل25 حبة تاع البقلاوة، اونتر 15 و25 حبة. علاش اونتر نقول اونتر و اونتر؟ باسكو سا ديبون كيفاش تقسموا البقلاوة تاعكم، اذا درتوهم مربعات صغار، اذا درتوهم مقروطات، دونك سا ديبون كيفاش تقطعوا البقلاوة تاعكم. دونك الحاجة الاولى اللي عندي كيلة خليط بين السمن ولا مارغرين. كيما شفتوا ذوبت كيلة غير ربع تاع سمن وزدت لها لا مارغرين حتى تعمرت، وعندي 3 كيلات ونص فرينة. النص هذاك نكملو بلا مايزينا حتى تولي 4 كيلات. دونك هذا الفنجال قست بالفنجال تاع لاتاي اللي يرفد 100 غرام تاع لا فارين. دونك 350 غرام فارينة مع 50 غرام مايزينا سكيفي 400 غرام يقابلوا كيلة تاع خليط بين السمن و لا مارغرين. نجيب ان ريسيبيون ونخلط فيه كامل هذه المكونات الجافة. بيان سور الفارينة ولا الفارينة لازم تكون مغربلة. دونك نزيد شوية تاع الملح، يعني حوالي مغرفة تاع القهوة تاع الملح. نخلط هذه المكونات، نزيد حبة بيض. يعني بما اني درت بالفنجان صغير خيرت الحبة الصغيرة كامل درتها، دونك ندير حبة كاملة تاع البيض. مي ماذا بكم كي ديروا هكذا كيلة صغيرة خيروا حبة بيض تكون صغيرة، والبيض يكون بدرجة حرارة المكان. نزيد عليه هذاك اللي دام اللي يكون مخلط فيه السمن ولا مارغرين، ما لازمش يكونوا بزاف سخونين سينو راح يطيبوا لكم هذيك الحبه تاع البيض، دونك يكونوا تياد. زدت هنا مغرفه تاع لافاني، و هذاك الكاس اللي كيلت به السمن نعمرو بخليط بين الماء والمزهر. انا نعمرو توجور بالمزهر، يكون ليجيرمون تياد، ما يكونش بارد. نزيد حوالي 2 مغارف على هذاك السمن والبيض ونبدا نبسس. علاش هكذا؟ باش ما يديرليش لي غرومون. كنت فهمتكم في الفيديو السابق اللي درته لكم تاع الكريوش، باسكو قلت لكم هي نفس الوصفه، يعني فيها تغييرات صغيره بزاف. دونك كي نبسس مليح الفارينه ولا مايزينا، نبدا نطم بهذاك الماء. هذيك الكيلة تاع المزهر اللي كيلتها تكون دافيه، نطم او ميم طون نعجن شويه، بصح ما كشغل تطمو بلوس كو تعجنوا، يعني كي تكونوا تطموها بلوس كو كي تكونوا تعجنوها. كما راكم تشوفوا، يعني خليت الفيديو ما قطعتوش هكذا باش تشوفوا كيفاش راني نطم فيها. انا خذت لي بريسك كامل هذيك الكيلة تاع الماء زهر، دونك خليت حوالي مغرفه هكاك تاع الماء زهر. نتوما باغ اكزومبل اذا راكم حابين تخلوها تبات، باغ اكزومبل تحضروها العشيه تخلوها تبات الغد من داك باش تبداو تخدموا بها، ننصحكم تخدموا كيلة تاع المزهر كومبلي نورمال، ميم سي تجيكم طريه بزاف، يعني كي تخلوها تريح راح يشرب هذيك المايزينا كيما على بالكم تشرب. دونك راح تشرب لكم. انا جافي با لو طون نخليها تبات، دونك قلت نخليها حوالي 2 سوايع هكاك برك تريح. دونك على بها ما على بها ما درتهاش بزاف طريه هذه العجينه. نغطيها تخي بيان، ما لازمش كامل يقيسها الهواء باسكو فيها البيض، دونك ما لازمش كامل يقيسها الهواء. نغطيها ونخليها تريح كما قلت لكم حوالي 2 سوايع، يعني درتها الصباح غير نط وجويت 12 هكاك بديت نخدم بها. وهنا نروح للحشو. دوك نفهمكم كيفاش تخدموا. يعني ديجا دابور درتها بالكاوكاو، نتوما تخدموا بالمكسرات اللي راكم حابين. الكاوكاو نحمصوا ليجيرمون، ما لازمش يتحمص بزاف باسكو ما يجيش بنين، وبيان سور ما لازمش تحطوه هكاك خضر سينون تاني ما يجيش بنين. دونك تحمصوه كيما راكم تشوفوا ليجيرمون دوغي. ترحيوه رقيق، ماشي بودره بصح ماشي خشين بزاف، باسكو لو كان ترحيوه خشين بزاف ما راحش يشرب لكم العسل، ولو كان ترحيوه بودره يعني يجيكم معجن. دونك كيما شفتوا كي شغل طعام نرحيه ونوزن 530 غرام. كيفاش جبت هذه 530 غرام؟ كما قلت لكم راح نخدم ببلاطو تاع 23 sur 23، سي ان بلاطو كاري، هي سنيوه مربعه. دونك ندير الطول في العرض 23 في 23. هذاك اللي النتيجه اللي تمدها لي هي الوزن تاع المكسرات والوزن تاع العسل. دونك 23 في 23 تمد لي 529. انا بيان سور ندير 530. كي ميم كي ديروا زعما سنيوه مستطيله باغ اكزومبل فيها نكمل لكم بعد نكمل نوضح لكم. وهنا درت 530 غرام تاع المكسرات، والنص تاع هذيك 530 غرام واللي هي 175 تاع السكر.
يعني درت 530 غرام مكسرات ونص. نقسم هذيك 530 على 3. النتيجة اللي تمدها لي هي الكيل تاع السكر، مدت لي 175 غرام. نزيد مغرفة صغيرة تاع السمن يكون ذايب، ونبدا نلم بالمزهر، ماشي نلم، نبدا نزرزقها برك بالمزهر. كيما راكم تشوفوا ما نعجن ما والو، برك نخلط كيما نديرو للطعام، كيما نقولوا حنايا اترضمض سكسو. دونك نخلط برك هكا يجيني كي شغل الطعام هذا لافاس. هكذا لازم تجيكم، ما لازم تجي بزاف معجنه، ما لازم تجي بزاف مشمخه، ما لازم تجي بزاف ناشفه. نحط لها حوالي 4 مغارف 5 مغارف تاع المزهر، هذا مكان. دونك نعاود نولي نفهمكم كيفاش تحسبوا البقلاوه تاعكم. دونك كيما قلت لكم عندي سنيوه هذه كيما راكم تشوفوا كاغي، فيها 23 في الطول و23 في العرض. دونك ندير 23 في 23 تمد لي 529، انا ندورها ل 530. دونك عندي 530 غرام تاع المكسرات و530 غرام تاع العسل توجور نزيد. و للسكر نقسم هذيك 530 على 3، باسكو 3 كيلات تاع المكسرات تقابلهم كيلة تاع السكر. دونك ندير هذيك 530 نقسمها على 3 تمد لي 176، انا ندير 175 غرام تاع السكر. فوالا هذه هي. ممكن ديروا بسنيوه يعني مستطيله، ديروا الطول في العرض. باغ اكزومبل سنيوه فيها 20 على 30، ديروا 20 في 30. شحال تمد لكم نورمالمون 600. دونك ديروا 600 غرام تاع المكسرات و 600 غرام تاع العسل. نورمالمون راني واضحه. وبالنسبه للسنيوه الدائريه ديروا القطر تاعها في 2. باغ اكزومبل السنيوه مدوره القطر تاعها 23، ديروا 23 في 23 تمد لكم نفس النتيجه. بون هنا نولي للبقلاوه تاعي بعد ما خليتها ريحت 2 سوايع كيما قلت لكم. نجيب نقسمها على قسمين، وكل قسم نقسمه القسم يعني لا بارتي الفوقانيه ندير لها 8 طبقات، ولا بارتي التحتانيه ندير لها 7 طبقات. هي دو باز من التحت اللي تجي فيها طبقات بزاف، بصح انا نحب ندير لها بزاف من الفوق هكذا باش يبان بيان لو فيتاج تاعها. نقسمها دي بول، نحلهم مستطيلات صغار بالمايزينا، توجور نعاون روحي بالمايزينا، نحلهم مستطيلات صغار. ومن بعد كي نحلهم نبدا نسوبربوزيهم وحده فوق وحده، ندير اون بون كونتيتي تاع لا مايزينا فوق كل طبقه واخدها ونحلهم بالحلال كيما راكم تشوفوا. يعني لا فيديو راهي توضح كلش. نحلهم على حساب الطول تاع السنيوه تاعي كنت دهنتها بسمن. نورمالمون هذه حاجه باينه. و يعني ما تجيكم طبقه بزاف رقيقه وما تجيكم طبقه بزاف خشينه. نحطها فوق السنيوه تاعي، نحاول نسقمها بالاصابع تاعي، نحاول ندخلها تخي بيان سورتو في الاطراف، باسكو سينو اذا ما دخلتهاش دوكا ومن بعد راح تتكمش دونك تتخسر. دونك نحاول فريمون ندخلها في كامل لي ركوان، نحي كامل زوائد بلو غولو، وهذ الزوائد اللي نحيتهم نعاود نشكلهم ونعاود نزيدهم الطبقات هذوك اللي من الفوق. دونك درت 7 طبقات من التحت، ونكمل بنفس الطريقه للطبقات هذوك تاع الفوق. دونك كيما راكم تشوفوا نجيب امبول نحلها هكذا دويره صغيره ولا مستطيله صغيره بلا مايزينا، نحلهم كامل، نحاول نحلهم كامل كيف بنفس تقدروا ميم توزنوا هذه لي بول كي تقسموهم توزنوهم هكذا باش يجوكم كامل سوا. دونك نجيب الاولى نحط لها لا مايزينا، نحط الدوزيام نحط لا مايزينا، لا تروازيام اي انسي دو سويت. وهنا توجور الطبقه هذيك الفوقانيه نحاول نخير الكبيره فيهم كامل، باسكو كي نحلها كيما راكم تشوفوا شغل يعني ما يتحلوش كامل كيف. دونك نحاول نخير الشابه كامل فيهم والكبيره كامل فيهم باش كي نحلها يعني هذه راح تكون الوجه تاع البقلاوه تاعي. دونك نحاول نخير اون بول اللي تكون كبيره باش ما يجوش ديزانفيرفيكسيون. نعاود نولي لهذاك الحشو باسكو كنت كي حضرت العجينه شفت باللي شرب لي شويه هذاك المزهر. دونك واش درت؟ زدت له حوالي كيما راكم تشوفوا حوالي 2 مغارف تاع الماكله مزهر، نخلط هكذا خلطه خفيفه. شوفوا كيفاش يجي. ونزيدوا للبقلاوه تاعي ما نحط لها سمن، ما ندير لها ما نبيكيها بكوردون ما والو. نحط العاجي نجيب سنيوه تاعي نحط لها سمن، نحط هذيك لا بروميير كوش تاع لاباط اللي كنت شكلتها ب7 دويرات تاع العجين، نحط عليها الحشو. جامي تسبقوا تحطوا السمن ولا باسكو سينو كاين بزاف اللي تتفرق لهم العجينه على الحشو. يعني لا غيزون لا بروميير غيزون علاش تتفرق لكم العجينه على الحشو هي انكم تحطوا سمن. وتاني ميم كي ديروا الحشو تاعكم بزاف خشين، يعني كي ترحوا الحشو تاعكم بزاف خشين
راح يتفرق لكم. دونك نحاول نسقمها، ما لازمش تعبزوا على الحشو، راني نطابوتي برك باش يتسقم، يعني يجي مسطح، ما نعجنوش ولا ما نعبزوش عليه. نحاول برك نطابوتيه ونسقمو، ونزيد طبقة ثانية تاع العجين. هذا ما كان بزاف سهله فريمون. في الاول كنت نديرها بلا ماشين وتعيي، ومام السطح تاع الوجه تاعها ما يجيش بزاف شباب. دوكا ومن بعد نحط لكم لا فوتو تاع كي كنت نديرو بالماشينه. يعني هذيك الطبقه الفوقانيه ما تجيش شابه، باسكو علاش يبانوا هذوك لي شوت كي ديروا بالماشينه، يعني يجوكم اشرطه طوال. دونك كي تحطوا وحده قدام وحده، يعني يبان كي ان توكا يبان. دوك نحط لكم اون فوتو شوفوا. وهنا بعد ما حطيت الطبقه الفوقانيه، بعد ما سقمتها تري بيان، نقطع لي شوت ونبدا نقطع. انا ما عنديش قطعه، يعني ما عنديش هذاك لو مول اللي يقطعوا به. دونك واش ندير؟ نجيب هذه القطعه تاع المقروط ولا نجيب مسطره ونبدا نطراسي بها. انا برك يعني جوغي بو نخرج 20 حبه تاع البقلاوه، بصح تعوجت لي شويه في الطرف، دونك جيتي اوبليجي نكمل عليها. دونك خسرت توت اون رونجي تاع البقلاوه. دونك خرجت لي شوت من الجهه من اليمين، وخرجت لي شوت من اليسار. هي بصح جوغي بو ما نخرجش كامل لي شوت ونخرج 20 حبه، مي سي با غراف. خرجت لي نورمالمون 16 حبه. دو توت فاصون لا كوموند كان فيها 15 حبه، دونك سيتي با غراف. مي فوالا نتوما يعني كي تطراسيوها حاولوا فريمون تكونسونطريو، حاولوا تكونسونطريو عليها، باسكو هذه لي طاب لا بلوز امبورطون، لون دي بلوز امبورطونط هي كي تطراسيوها، باسكو على حسب كيفاش تطراسيوها راح تقطعوها. دونك هنا في هذه المرحله اللي تعوجت لي، شوفوا كيفاش عوجتها هنايا. دونك جيتي اوبليجي نكمل كي شغل نكمل كيفاش بديت، سينو راح يتخسروا لي كامل. دونك يعني حاولت نسقمها دو ميو كو جو بو. وهنا شوفوا كيفاش راني نعبز في هذوك الاطراف بالسكين، يعني نحاول هذا مكان نخليها ندهنها هكذا شويه بالسمن، نخليها تريح انكور 2 زور ولا 3 زور. يعني في هذه المرحله قد ما تخلوها تريح قد ما مليح، تقدروا ما تخلوها تبات. يعني كي لو كان ديروها العشيه تخلوها تبات، ومن بعد غد من داك طيبوها. نخليها انا كما قلت لكم خليتها حوالي 2 سوايع 3 سوايع، وندخلها ديريكتومون لو فور طيب. لو فور تاعكم لازم يكون مسخن تري تري بيان. نحط لاغيري من الفوق، نشعل لها من التحت وحوالي 10 دقائق هكاك. نقص اللفو على درجة حرارة متوسطة، نخليها 45 دقيقة. لازم نشوفها بلي تحمرت في الأطراف، ومن بعد نشعل لها من الفوق ونحبط لاغيري للتحت. كي تتحمر تري بيان تشوفوا مم يعني يبانوا لي كوش هذوما، لي كوش التحتانيين راهم طابو هكذا باش تعسلوها. ما لازمش تعسلوها قبل ما تكونوا متأكدين باللي راهي طيبة. انا العسل كما قلت لكم ندير 530 غرام، يعني في الحساب عطت لي 530 غرام، بصح انا توجور نزيد شويه، ندير 550 560 هكذا باش تتشرب تري بيان. ونخليها توت نوي ولا 6 سوايع مينيموم باش نبدا نقسمها. هنا نقسمها نعاود لها التقطاع بالسكين، ومن بعد نجيب كوبات ولا يعني هكذا حاجه تكون طويله دو بريفيرونس. نعاود لها كامل تورتور، نبدا نحي لي شوت هما الاولين هكذا باش ما نقيش الحبات. دونك نبدا نحي لي شوت، ونجيب انا نعاون روحي بون فورشيت. انا نحب نرفد البقلاوه بون فورشيت باسكو ما عنديش اون سباتول. هذوك لي سباتول رقاق اللي عندهم اون سباتول رقيقه تاع الالومنيوم يعاون روحو بون سباتول رقيقه تاع الالومنيوم. هذا مكان ونحيها لي كيسات. وبالنسبه للمكسرات اللي نحطهم من الفوق على حسب الزبونه واش حبت. دونك هنا حبت يكونوا بريستيج شويه، يكون عندهم الجوز واللوز من الفوق. دونك نجيب الجوز واللوز اللي يكونوا ليجيرمون محمصين، نسخن حوالي 2 مغارف تاع العسيله مع مغرفه تاع الجلوكوز، نسخنهم ونحط لهم هذه المكسرات يتغطاو بهذاك الخليط باش يلصقوا، باسكو الجلوكوز يلصق. دونك باش يلصقوا هكذا من الفوق. شوفوا كيفاش راهي تبريي. و يعني البقلاوه تاعكم اذا ما كانتش تبري، يعني ما درتولهاش بزاف تاع العسل، تقدروا تجوزوا عليها بمسحه خفيفه تاع الجلوكوز. فوالا هذا مكان البقلاوه تاعي راهي واجده. نتمنى تكون الوصفه نالت اعجابكم. اللي عندها اي سؤال ولا اي استفسار تخلي لي في التعليقات نجاوب عليكم. النصيحه اللي نمدها لكم، خلوا البقلاوه تاعكم تريح، وتاني بالك تعسلوها قبل ما تتاكدوا باللي راهي طابت، باسكو صرات لي ديجا. دونك تاكدوا باللي طابت وعسلوها.
وتاني غير تنحوها من الفوغ هي تكون سخونه تعزلوها بحسن يكون بارد. لازم تخلوا لها الوقت تريح قبل ما تشكلوها وبعد ما تشكلوها وبعد ما تعزلوها سورتو. يعني سورتو قبل ما تقطعوها لازم تخلوا لها الوقت تشرب، سينون راح تتفتت لكم. نورمالمون هذو هما النصائح المهمين. والنار ما تكونش بزاف قويه كي تشعلوا لها في الفوغ، سينون راح تطيب لكم كامل من الفوق ومن الداخل ما تطيب لكمش. وهنا نقولكم الى الملتقى ان شاء الله في وصفات جديده.